هنجيب مع بعض النهارده الزبده ونسيحها ونطلع منها السمنه الفلاحي بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله شكل السمنه. وهقول في الفيديو ان شاء الله على افضل وقت لشرايين الزبده، وهقول لو انت عندك حليب وبتحبي تقشطي تعملي ايه في القشطه عشان تطلع معاكي زبده، وازاي تحوليها لسمنه. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. ويلا نبدا نشوف عملناها ازاي. وقبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على حبيبنا شفينا رسول الله محمد. ودلوقتي اول حاجه نعملها عشان نسيح الزبده نجيبها نحطها في حله، بس اهم حاجه تكون الحله اكبر معانا من كميه الزبده عشان ما تيجي تغلي ما تطلعش بره الحله. واهم حاجه وانت تشتري الزبده تجيبها من مصدر موثوق منه عشان ما تكونش مغشوشه. وافضل مكان تجيبها منه تجيبها من عند فلاحين. يعني لو انت مش في مكان فلاحين تكوني عارفه حد توصيه، حد يجيب لك زبده جاموسي عشان تطلع اصليه ومش مغشوشه ويطلع منها احلى سمنه بلدي. وانت ممكن تعمليها في البيت لو انت بتجيبي لبن طازه، اللبن الفريش اللي بيجي من عند الفلاحين هتجيبيه ومن غير ما تغليه وتبيتيه ليله بره التلاجة، وتاني يوم تحطيه في التلاجة وتقشطه وشه وتغليه عادي. وطبعا ليله واحده بره التلاجة مش هيروب لان احنا الجو ساقع وما بيروبش معاكي بسهوله. وتشيلي وشه وتحطيه في علبه بلاستيك تكون محكمه الغلق، وتحطي القشطه في الفريزر ما تحطهاش في التلاجة، لانك انت لو حطيتيها في التلاجة طعمها بيغير. اللي تقشطيه تحطيه في العلبه وتعينيها في الفريزر اول باول وتحطيها لحد ما تجمعي كميه وتيجي تربيها. بتحطيها في حله واسعه زي دي كده وتربيها بايدك لحد ما تطلع معاكي الزبده. وطبعا افضل زبده تشتريها في الشتاء في شهر اكتوبر، تخزني منها زبده السنه كلها. يعني انا جايبه دلوقتي مخزنه زبده السنه كلها. بسيح دلوقتي 3 كيلو على قد استعمالي، وكل ما بخلص بطلع واسيح. ودلوقتي احطها على النار كده. الزبده معايا رفعتها على النار بتبقى عاليه معايا عادي. فاول ما حطيت الزبده شايفين هنا هنشوف مع بعض شكل الزبده كده. شكل الزبده النظيفه معانا وبتعرفها كمان من ريحتها ومن طعمها. وهنسيبها كده لحد ما تسيح كلها ونرجع نشوفها مع بعض. وهنا كده معايا الزبده بعد ما الكويرات ساحت، هي لسه طبعا ما تحولتش لسمنه بلدي، فهديت النار وخليتها وسط. وده الفوران اللي بنقول عليه، لان اول ما بتسيح بتعمل فوران. فلو الحله اللي انت حاطه فيها صغيره هتفور وهتوقع منك، وطبعا هتتهدر وخساره كده زي ما احنا شايفين. والرغاوي دي اوعي تشيليه، ما تفكريش ان هي ريم زي المربى وتشيليه، لا دي اللي هتبقى معاكي مرته في الاخر. زي ما احنا شايفين كده هي لسه في الاول، لسه ما استوتش زي ما قلت ولا حولت لسمنه بلدي. وتعملي حسابك وانت بتسيحي الزبده ان انت تفضلي في حواليها، ما تشيش وتسيبيها، تفضلي حواليها عشان ما تتحرقش منك. تخلي بالك كده منها. انا في الوقت ده بعمل زبده وبعمل مربى، فانا قاعده في المطبخ بس عندها عشان ما اخلي بالي ان مفيش حاجه منهم تتحرق او تبوظ مني. وهنا معانا الزبده في الوقت ده هي لسه ما طلعتش سمنه بالشكل ده. كل دقيقتين كده بديها تقليبه بالشكل ده. واهم حاجه المعلقه اللي انت حاطاها فيها ما تكونش مبلوله وتكون نظيفه. وبتسيبها جنبك في الطبق زي ما قلنا نار هاديه خالص على اقل نار عندك. وفي الوقت ده هضيف الملح. انا معايا 3 كيلو من الزبده، كل كيلو بياخد نص ملح. تضيف كده معلقه والنص معلقه. ما تخافيش ان الملح يحدق معاك السمنه بعد ما تطلع، وما تعرفيش تستعمليها بالحلويات. بالعكس هي دي زي مادة حافظة كده للسمنة، انما ما بيغيرش في طعمها خالص. وهنا كده خلاص معانا الزبدة بعد ما طلعت. شايفين ما شاء الله شكلها ولا مترسم معانا في الارضية تحت ده كده. هنا المرط، وزي ما قلنا انت بتفضلي سايباها على نار هاديه خالص زي نار ترديد الرز كده لحد ما تطلع معاكي وتبقى بالشكل ده. وكده هي دلوقتي هدت شويه، هشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيلها احطها في حله تانية كده عشان تهدى واعبيها. وممكن تعبيها على طول في البرطمانات، بس انا الصراحه البرطمانات اللي عندي بلاستيك فمش هينفع اعبيها وهي سخنه. ولو سبتها بردت خالص احنا في الشتاء هتجمد في الحله ومش هعرف اشيلها من المرط. واسيبها لحد ما تبرد تماما ونرجع نعبيها مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي معانا السمنه البلدي. شايفين ما شاء الله شكلها. عبيها في البرطمانات ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. الزبده اللي طلعت معايا من 3 كيلو زبده. ولو المرته طلعت معاكي كتير تعرفي ان السمنه اللي انت جايباها مش نظيفه. طبعا مش دي كميه السمنه، انا بعت اجيب برطمان كبير عشان اعبي الباقي كلها في برطمان واحد. لو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.